فنانة بهالعمر جمالها للحين يدوخ ولاد وبنات. البني آدم يبقى متصالح معنا البني آدم، والبني آدم ده بيشمل الرجل والست. الفنانة سوسن بدر كل ما ظهرت تندم الكثير على العمليات اللي سووها وتقلب موازين الجمال وتكسر كل فكرة إن الجمال مرتبط بالعمر أو بعمليات التجميل. عجبتني الفكرة، عجبتني إن احنا نقول للست يعني اعملي بس بالراحة وصح، لدرجة إن الناس كلها تسأل كيف محافظة على هالإطلالة الطبيعية من غير ما تركض ورا الصيحات الغالية أو العمليات مثل باقي الفنانات. أهم حاجة إن أنا أبص في المراية أبقى مبسوطة، صح، وأي حد يبص في المراية يبقى مبسوط. اللي بصك اعمله، ما ده مش هضايق حد باللي أنا بعمله ده. وإذا هي مو مقتنعة بفكرة التجميل كيف تحافظ على بشرتها وشعرها؟ لكن ما فيش حاجة محددة لازم تعمل كل يوم، هو سيستم، هو لايف ستايل اللي من ضمنها إن أنا لازم أبقى مطمنة على صحتي وعلى نفسي. اليوم بنكشف أسرارها ونصائح كثيرة عن نفرتيت السينما المصرية والوصفات اللي تخليها دايماً متألقة بطريقة ما حد يتوقعها، واللي خلاها أيقونة جمال رغم مرور السنين. هو رائع عليكي على فكرة، جدا جميل جداً. ومختلف ومتفرد يعني وكلاسي كمان، يعني عارفه تحسي كده فيه رقي وأناقة. لذا ادعموني بلايك وسبسكرايب وخذي نفسك، لأن الكلام اللي جاي مجاش زيه. النيو لوك الجريء اللي حضرتك عملتي لوك رائع وجريء. ويمكن قبل ما نبتدي على الهوا كنت لسه بسأل حضرتك سؤال، بقولك انت طول عمرك جريئة كده ولا دلوقتي بس؟ الفنانة سوسن بدر مو مجرد ممثلة مصرية عادية، هالمرأة هي اللي أثبتت إن العمر ما له علاقة بالجمال نهائياً. النهاردة زي ما أنا ما تغيرتش، وكأن السنين ما مرتش عليا في المنطقة دي، لأن كل ظهور لها يخطف الأنظار بملامحها اللي تذكر الكل بملامح الملكة الفرعونية نفرتيتي وكليوباترا. ومن يومها الصحافة والجمهور ما وقفوا ينادونها بنفرتيت السينما المصرية، مو بس عشان شكلها اللي لفت الأنظار، لكن حضورها القوي على المسرح والسينما خلاها علامة فارقة في الفن المصري. ما ترددتيش وما خفتيش خالص من قصة الشعر والشعر الأبيض اللي سبتيه؟ لا ما خفتيش؟ خالص. لا حبيته جدا 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 يعني. ومع كل دور تقدمه تحس إن عندها هيبة ملكة وثقة فرعونية أصيلة ما تهتز، لدرجة إن السنين اللي مرت عليها ما قدرت تغير من هالجاذبية، بالعكس خلت الكل يعجب فيها أكثر وأكثر. أو من مشاكل بني آدم على العموم إنه ما يبقاش متصالح مع نفسه، مش راضي عن اللي هو فيه، زي ما بيقول كده مش عاجبه حاله طول الوقت، مش عاجبه حاله، بس الحكاية إن إحنا نرضى زي ما بنقول كده الرضا يعني. بس الأجمل إن سوسن بدر ما حاولت تخفي عمرها أو توقف عجلة الوقت، لا أبداً، هي اختارت إنها تكون قدوة لكل امرأة تقبل نفسها مثل ما هي وتثبت إن الجمال ما له تاريخ صلاحية. وإذا هالقوة وهذا القبول خلاها أيقونة جمال في نظر الملايين، فالأسرار اللي تخلي إشراقتها طبيعية كل هالسنين هي اللي تثير فضولي أكثر. أنا بحب جدا إن تبقى الحاجات طبيعية، خصوصا إن إحنا عندنا في الطبيعة حاجات كتيرة جدا تساعدنا، حاجات بسيطة قوي يعني مش مكلف خالص نهائي. تتوقع إن كل هالنظارة جاية من عيادات التجميل؟ سوسن بدر قلبت المفهوم كله، سرها أبسط مما تتخيل، ومع هذا النتيجة تخلي أي خبيرة تجميل توقف من دهشة. هسألك بقى شوية أسئلة شخصية. ناس كتير قوي أسرارها طبيعية ونتائجها باينة على وجهها وإطلالاتها، وأول سر عندها هو زيت جوز الهند. يعني أنا بجد بحب أشيل مكياجي بزيت جوز الهند. الله عليكي، جدا جدا. ما تكتفي تستخدمه لترطيب بشرتها بس، حتى تستعمله لإزالة المكياج خصوصاً حول العين والرموش. تقول إنه يذيب المكياج العنيد من غير ما يجرح البشرة، وفي نفس الوقت يغذي الرموش ويحافظ على نعومة المنطقة الحساسة حوالين العين. قطنة صغيرة مع زيت جوز هند، بس هم مش جايبينه في التركيبة دي، ونشيل بيه المكياج، وما بيحرقش العين لو جه على العين، وبيغذي الرموش وبيغذي البشره، ومرطب للبشره كمان طبيعي. رائع. بعدها على طول تستعمل ماء الورد. نسيت اقول لكم بقى انه برضو بدل المرطبات بتاعت الوش والتونر والحاجات اللي بنحطها دي ميه الورد. ده سحر طبعا، دي احلى حاجه في الدنيا دي. وتستخدمه مثل تونر طبيعي صباح ومساء، والنتيجه واضحه، بشرة منعشة ولونها موحد وكأنك خارجة من سبا فاخر. بس صبح وبالليل. صبح وبالليل. لا أنا بالليل بعملها بقطنة، هي جنب السرير قطنة كده، وأروح منضفة وشي قبل ما أنام بمية الورد. الصبح ده بعد ما تغسلي وشك شوية مية ورد. وما توقف عند هالخطوة، سرها الثالث يمكن كثيرين ما يتوقعونه. ده ليمون
الليمون ده ممكن ناخد شويه منه معلقايه كده صغيره. مع ايه بقى؟ خلقة الليمون والجليسين لليدين والأظافر. سوسن تدهنها قبل النوم عشان تحافظ على نعومة يدينها ولمعة أظافرها، واللي يشوفها ما يصدق إنها اليدين عاشت سنين طويلة في أجواء التصوير والمكياج. بس أنا هقولك بقى أنا بستعملوش بقى ده جليسرين. يا دوب هو الجليسرين قد الليمون. قلبي الإيدين والضوافر. الجلد بقى اللي حوالين الضوافر وتطرية الضوافر شيء مذهل مذهل. هذه أسرار بسيطة من مطبخ أي بيت، لكن النتيجة وجه يشع ثقة وجمال طبيعي. وطبعاً إذا هذه الوصفات تخلي بشرتها بهالصفاء، تخيل وش تسوي خلطاتها لشعرها. باقي شوية عندنا، حطي على طراطيف صابعك واعمليه في شعرك كده قبل ما تنامي. شيء بديع جدا جدا. الفنانة سوسن بدر مثل ما عندها وصفات لبشرتها، عندها وصفات لشعرها، مثلا إنها تستخدم زيت جوز الهند قبل النوم، تدهن شعرها فيه من الجذور للأطراف وتتركه طول الليل عشان يرطب بعمق ويلمع لمعان طبيعي. مشكلة بتواجه كل الناس في فصل الشتاء وأنا منهم. القشر. أنا ما بين سيزون وسيزون، خصوصا ما بين الشتاء والصيف مع تغيير الفصول يعني شعري بيبوظ خالص. احسن حاجه خل التفاح. وبعد الغسل ما تكتفي بالشامبو العادي، بل تستخدم شطفة خل التفاح. هذه الحركة تنظف فروة الراس من أي تراكمات وتخلي الشعر يلمع كأنه مضاء من الداخل. شوية خل تفاح، زازة صغيرة تشطفي بيه الشعر بعد غسيله. بعد الغسيل حلو قوي. شوية كده وتخليه على الشعر دقيقتين 3 وبعدين اشطفي. وبعد خل التفاح ما تترك الشعر عادي، بل تحب ترطبه بزيت الأرغان، يعطيه نعومة خرافية ويحافظ على حيويته. وحطي شوية زيت أرغان بعد الخل يطريه، لأن الخل بينشف الشعر فعلا. فزيت أرغان بعده يبقى لطيف طبعاً. جدا جدا. وإذا حست إن شعرها محتاج دفعة زيادة، تلجه لماسك العسل مع البيضة. العسل بقى، العسل علشان الشعر برضو مع شوية لو في وقت بقى يبقى بيضة صغننة عليه كده ويتضرب وتعملي ماسك للشعر، بسطي بيه جدا. هذا المزيج يغذي الشعرة من الداخل ويقويها بشكل يخلي أي بروتين أو كيراتين تجاري على جنب. روتين شعرها أبسط مما تتخيل، لكن النتيجة شعر صحي ولامع ينافس أي إطلالة شابة. وبالنسبة لجوز الهند ده هناكله بقى، ده هناكله، يبقى ناكله في المطبخ بقى. بالظبط كده. والسؤال اللي يثير فضولي، هل إذا استخدمتي هالوصفات بتصيري مثل سوسن بدر؟ الإجابة لا، لأنك محتاجة تعرفين أسلوب حياتها الصحي اللي زود نتائج هالوصفات. هنا نكتشف سر تغذيتها ونمط حياتها الصحي اللي يمكن يغير نظرتك للروتين اليومي. ما بدخنش، ما بشربش قهوة كتير، بحب القهوة بس ما بشربهاش كتير. بحب الشاي ما بشربوش كتير. بشرب مية كتير جدا جدا جدا. بحب الرياضة جدا. أول عادة غريبة لكن فعالة للفنانة سوسن بدر هي ملعقة زيت الزيتون مع نقطتين ليمون قبل النوم. زيت الزيتون طبعا ده بالتالي أهم حاجة في الدنيا. كل حاجة. انت عارفة بقى هو كمان مفيد جدا في ايه؟ معلقة صغيرة بالليل. صح. اشربيها كده قبل ما تنامي. ليه بقى بيعمل ايه؟ مغذي فعلا؟ وملين طبعا. تقول إنها الخطوة تنظف الجسم، تحافظ على حركة الأمعاء وتغذي البشرة من الداخل كأنها فيتامين سحري طبيعي. لوحده؟ مزعلك حطي شوية ليمون عليه، مش هيقول لا خالص، نقطتين ليمون كده. بس الحقيقة إنه مذهل. ومع اتباعها للصيام المتقطع اللي يخليها تحافظ على وزنها، وعشان يوازن الهرمونات ويقلل الالتهابات ويحافظ على مستويات السكر ثابتة. أنا بحب أنام بدري جدا ما دام ما عنديش ما يدعو للسهر. ما بفطرش بدري لأن أنا بعمل صيام متقطع. هالعادة صارت جزء من روتينها اليومي وتعطيها الطاقة تخليها دايما جاهزة، خصوصا في هالسن. كمان هي ما تساوم أبدا على النوم المبكر، وتعتبر النوم أهم من أي مستحضر تجميل، لأنه يعيد شحن البشرة والجسم ويخلي ملامحها مرتاحة حتى بعد أيام تصوير مرهقة. فكلنا عندنا حاجات في البيت بسيطة جدا ممكن نستعملها وتبقى أرخص من الحاجات اللي هنجيبها وأفيد من الحاجات اللي ما فيهاش كيميكال خالص. يعني هالمزيج من العادات البسيطة هو وقود يشابها المستمر. بعد كل هالإصرار، الرسالة اللي تبغى سوسن بدر توصلها توضح قب إيش تغير مفهوم الجمال عندها. الجمال مو مقياسه عمر ولا ماركات غالية. الجمال الحقيقي هو إنك تتصالحي مع نفسك وتعتني فيها من الداخل قبل الخارج. هي ما تلجأ لعلاجات كيماوية معقدة ولا تحارب علامات التقدم بالعمر، بالعكس تركتها تحكي قصتها، وكل خط رفيع في ملامحها صار جزء من شخصيتها
وحضورها. روتينها يثبت أن مكونات موجودة في أي بيت مثل زيت جوز الهند، ماء الورد، العسل قادرين يعطوا نتيجة أقوى من أغلى مستحضرات التجميل، والأهم ثقتها وهدوءها اللي خلي أي أمرها تفكر مرتين قبل ما تركض ورا هوس المثالية. يمكن سر جاذبيتها الحقيقية مو بس في بشرتها أو شعرها، بل في الرسالة اللي ترسلها من غير ما تقولها. الجمال يبدأ يوم تتقبلي نفسك مثل ما أنت. هنا السر اللي ما يقدر عليه لا زمن ولا موضة، سر أيقونة اسمها سوسن بدر، نفرتيت السينما المصرية. وبس كذا، هذا رأيي، بس الأهم هو رأيكم أنتم. شاركوني رأيكم في الطريقة اللي تعتني فيها الفنانة سوسن بدر، وهل أنت ممكن تفكري في استخدامها؟ شاركيني تحت بالكومنتات، أنا رد على كل استفساراتكم. ولا تنسون تدعموني باللايك والسبسكرايب، لأن بعدنا عندنا أسرار وايد رح نكشفها سوا. بشوفكم في الفيديوهات الجاية، مع السلامة.